في أعوام 56 و67 والاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم. وتحقق المنطقة الشمالية تعاونا كاملا مع قواتنا البحرية في تنفيذ مهامها الدفاعية طبقا لمبادئ وأهداف معركة الأسلحة المشتركة التي لا تضع حدودا بين المهام المختلفة، ولكنها تضع مبادئ التنسيق والتعاون بين مختلف الأسلحة من أجل تحقيق هدف النصر. وخلال السنوات الأخيرة شهدت المنطقة الشمالية العسكرية طفرة واضحة في الاهتمام والرعاية بالفرد المقاتل، سواء توفير أماكن الإيواء الحضرية وبناء الميزات المجمعة والمراكز الثقافية والترفيهية، وذلك للحفاظ على الروح المعنوية العالية للمقاتلين حتى تفرغ الفرد المقاتل للتدريب الجاد والواقعي والقدرة على استخدام أحدث الأسلحة والمعدات وصولا إلى مرحلة الاحتراف وتحقيق أعلى معدلات للكفاءة والاستعداد القتالي. المنطقة الشمالية العسكرية جزء من القوات المسلحة، والقوات المسلحة دي منظومة عمل، دي مؤسسة بتشتغل في إطار تخطيط متكامل شامل بمدى زمني. هذا التخطيط بالمدى الزمني ده لابد من تنفيذه من خلال خطة، من خلال إشراف، من خلال متابعة، من خلال تفتيشات، عشان في النهاية المستهدف يتم تحقيقه. ده باختصار مش بس المنطقة الشمالية العسكرية، ده القوات المسلحة، والمنطقة الشمالية جزء من القوات المسلحة. وخلال هذا الأسبوع شهد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع حرص القوات المسلحة على تحويل تلك المناطق من بيئات عشوائية إلى نمط حضري وجمالي، وتوفير حياة جديدة لسكان تلك المناطق ونقلهم إلى مناخ صحي وحضاري بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. فقد قامت بالتخطيط والتنفيذ لإقامة عدد 20 عمارة على عدة مراحل في منطقة الماكس تضم 480 وحدة سكنية حضرية أقيمت على مساحة 20,000 متر مربع في منطقة حيوية تتناسب مع طبيعة عملهم. روعي في توزيعها مراعاة البعد الاجتماعي لهؤلاء السكان بتوفير شقة لكل أسرة بما يتناسب مع عدد المقيمين فيها، ودراسة الحالات التي تحتاج إلى أكثر من وحدة سكنية عند ثبوت شغل أكثر من أسرة للسكن الوظيفي، وتخصيص وحدات إضافية لهم، وتقديم إعانات مالية سواء للراغبين في الانتقال أو لعدم الراغبين في عدم الحصول على وحدة بديلة في الماكس، حرصا على رفع العبء عن كاهل المواطنين. كما حرصت القوات المسلحة على أن تراعي في الوحدات الجديدة المظهر الحضري من حيث التخطيط العمراني الذي يوفر لهذه الوحدات الأمن الصحي والاجتماعي وتوفير كافة المرافق والبنية الأساسية والخدمات الضرورية للرعاية المتكاملة لقاطني هذه المساكن البديلة. وإلى جانب المظهر الحضري تتميز وحدات الإسكان الوظيفي لحرس الحدود في الماكس بتكامل الخدمات من حيث وسائل الإعاشة والمواصلات والأسواق التجارية الجوي في شهر فبراير من عام 1967 كقوة رابعة في القوات المسلحة لتتولى مهمة تأمين سماء مصر وفضائها الجوي ضد أي تهديد أو اعتداء. ولم تكن منظومة الإعداد سهلة أو هينة في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد وأثناء حرب الاستنزاف، حيث كان هناك صراع مستمر بين قوات الدفاع الجوي والطيران المعادي، والذي كان يعلم أن استقرار تنظيم قوات الدفاع الجوي سيلحق بها هزيمة قاسية، وهو ما حققه بالفعل رجال الدفاع الجوي يوم 30 من يونيو من عام 1970 عندما تساقطت طائرات الفانتوم الحديثة المعادية ولمدة أسبوع ليقرر بعدها العدو عدم الاقتراب من قناة السويس، وليكون هذا اليوم عيدا لقوات الدفاع الجوي. كما كان لحائط الصواريخ دور مهم في تحقيق انتصار أكتوبر العظيم، حيث كانت صواريخ قوات الدفاع الجوي المصري تدافع عن سماء مصر وتأمين مجالها الجوي بالتعاون مع قواتنا الجوية، وتوفر الحماية والوقاية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتسهم في استرداد وتحرير الأرض. ومنذ ذلك التاريخ
كانت الدروس والخبرات المستفادة من حرب أكتوبر هي الأساس وإطار العمل لتحديث قواتنا المسلحة، وبحيث يعتمد التطوير على عدة ركائز رئيسية يأتي في مقدمتها الاهتمام بالفرد المقاتل باعتباره الثغر كان ضابط أو صف أو جندي، من خلال تطوير المنشآت التعليمية المختلفة لقوات طلبوا الانتشار الواسع في أنحاء الوطن والعمل تحت مختلف الظروف على مدار الساعة لتحقيق السيطرة على المجال الجوي قتالية عالية، خاصة مع التطوير الهائل في وسائل وأسلحة الهجوم الجوي الحديثة من حيث الإمكانات أو الأساليب أو طرق التوجيه، وهو ما يتطلب إعداد منظومة متكاملة لقوات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر تتسم بالتنوع والتكامل والقدرة على التصدي لكافة التهديدات المحتملة. إذا نظرنا إلى الموقف على الصعيد الدولي والإقليمي نجد انتشار بؤر التوتر في كثير من الدول والمناطق، واعتماد المعركة الحديثة على القذف الجوي والتقدم التكنولوجي للأسلحة دفعنا على وضع تصور واضح لمستقبل الدفاع الجوي في المرحلة القادمة. لابد أن يكون هذا التصور مبنيا على فكرة تنمية وتطوير إمكانيات وقدرات قوات الدفاع الجوي إلى المستوى الذي يحقق تنفيذ المهام المكلفة به ومجابهة العدائيات الجوية الحديثة من خلال تحديث المنظومة أو امتلاك معدات وأنظمة متطورة قادرة على تحقيق التوازن، والذي يتم تحقيقه حاليا من خلال الارتقاء بمستوى الاستعداد القتالي والدائم لقوات الدفاع الجوي، مع الارتقاء بمستوى التدريب لقوات الدفاع الجوي، الاهتمام بالبحوث الفنية كأحد الأدوات الرئيسية لامتلاك القدرات الذاتية، وتطوير الأسلحة والمعدات. المعيار النهائي لخطة تطوير الدفاع الجوي هو وصولها لتشكيل منظومة الحرب الإلكترونية للتعامل مع العدائيات على جميع عناصر المنظومة من خلال نظام متطور للغاية للقيادة والسيطرة. بصفة عامة بتصير خطة تطوير قوات الدفاع الجوي طبقا لمراحلها وتوقيتاتها، ونجحت حتى الآن في تحقيق التوازن بين مهمتها ومختلف العدائيات الجوية المحتملة في ظل تطورها المستمر والدائم، حاطين دايما في أذهاننا أن مبدأ التطوير للأسلحة والإمكانيات المتأثرة لدينا هو الحل لمواجهة العدائيات المتطورة، لأنه من المعروف أن أي دولة مهما بلغ ثرائها لا يمكنها شراء أسلحة لمواجهة كافة التهديدات. علاوة على درس هام جدا كنتيجة لحرب أكتوبر المجيدة هو أن الفرد المقاتل هو الأساس قبل المعدة، وأن الاستخدام الأمثل لمعدات القتال وصل إلى درجة الاحتراف وقلل إلى حد كبير من التأثير الناتج من التهديدات المحتملة من استخدام أسلحة الهجوم الجوي الحديثة. الحقيقة في هذا اليوم أنا بتوجه بتحية شكر وتقدير وفخر لمقاتلي الدفاع الجوي الرابضين في مواقعهم، بيبذلوا الجهد والعرق والعمل المتواصل ليلا ونهارا بإدراك واعي لمهمتهم المقدسة، محافظين على سماء الوطن وترابه النفيس في إطار من الانضباط العسكري الراقي. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أؤكد للسيد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن قوات الدفاع الجوي كانت وستظل دوما بإذن الله درعا من دروع قواتنا المسلحة تحفظ لسماء مصر قدسيتها ومنعتها وللأمة قواتها وهيبتها. أعزائي المشاهدين، قدمنا لحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج طلائع النصر يوم التفوق للمنطقة الشمالية العسكرية واحتفال قوات الدفاع الجوي بالعيد 38. حتى نلتقي وإياكم في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.